أظن الشكر الجزيل للجامعة الجزائرية والمنظمين ورئيس اللجنة التنظيمية المدير كذلك ديال قسطنطينة، اللي كان استقبال في حقه في المستوى العالي. كان استقبال يعني سلس، كان يعني الحضور يعني الصحفي الآن حضور كبير كبير جدا. يعني هناك واحد يعني روح رياضية الآن، وروح يعني استقبال في المستوى العالي الحمد لله. واللاعبين يعني في رحلة مباشرة من سلا إلى قسطنطينة، من العاصمة الرباط إلى قسطنطينة في ظرف ساعة ونصف، ظروف جيدة، استقبال كذلك جيد. نتمنى المنتخب الوطني المغربي للشباب أقل من 17 سنة التوفيق في هذه في هذا المنافسة، وكذلك بالنسبة للمنتخب الجزائري نتمنى له حظ سعيد في هذه المنافسة. كيف تشوف حظوظ المنتخب المغربي في هذا؟ وأظن بأنه المنتخب الوطني الآن جاي المقابلة باش إن شاء الله يفوز بكأس إفريقيا هنا، وكذلك التأهل لكأس العالم، لأنه هذه البطولة هنا مؤهلة لكأس العالم. أظن بأنه الحظوظ متساوية، والفريق الوطني مستعد، الوطني المغربي مستعد إن شاء الله للوصول إلى أقصى منافسة، وهو على الأقل النهاية والتأهل لكأس العالم. شكرا سيدي وكيف طيبة. شكرا جزيلا. عدد الوفد هناك 45 الآن في الوفد المغربي بالطاقم التقني والإداري والطبي، بالإضافة إلى الإداريين اللي هم حاضرين مع الفريق الوطني. عدد اللاعبين 26 لاعب، والطاقم التقني والإداري والمرافقين، الجميع المرافقين للفريق الوطني. الله يحفظك. الحمد لله. أول حاجة شكرا على حسن الاستقبال. ومن الناحية الرياضية طبعا يعني هذه الفئة العمرية عندها عامين ديال التحضيرات. كانت عندها مشاركات إقليمية ومشاركات في الإقصائيات، والهدف هو الذهاب مع هذه الفئة السنية إلى أبعد نقطة ممكنة، وتمكينهم من خوض منافسات أيضا قارية وعالمية. كأس إفريقيا هي جزء من التكوين ديالهم، ولكن الطموح عالي، وطموحنا أننا نكون من بين الأربعة المحظوظين أول شيء المشاركة في كأس العالم إن شاء الله، وإذا الظروف اجتمعت لما لا الطموح للفوز أيضا بالكأس. كيف وجدتم الاستقبال اليوم في القصر؟ الاستقبال طيب كما عودنا الشعب الجزائري، ما متفاجئينش، وما كانش عندنا خلفية أخرى غير هذا حسن الاستقبال هو اللي منتظرينه من الشعبين الشقيقين. لا الحمد لله ما عندناش غيابات. الاستعدادات كانت في ظروف جيدة، استعدينا لأطول فرصة ممكنة في البلد، وفضلنا التنقل على بعد يومين لأنه هو موعد جيد يعني، لأنه الرحلة ماشي طويلة، تتشبه لأي تنقل الفريق مثلا محلي في الدوريات المحلية في الحافلة. لا الرحلة مريحة، ساعتين أو أقل من السفر. ماشي كيفاش في المناسبة مجموعتكم بحضور نيجيريا وزامبيا وجنوب؟ أكيد هما ثلاثة مجموعات قوية، ولكن الطريق لكأس العالم أكيد أنك غتواجه منتخبات قوية. صحيح أن الفرق اللي في المجموعة قوية، ولكن خص الواحد يقاتل على الحظوظ ديالو. عندنا مجموعة يعني مجتمعة لفترة طويلة، حظوظنا قائمة كما هو الحال بالنسبة للحظوظ ديال معظم المنتخبات. نتمنى أنه نكونوا جاهزين في اليوم الحاسم اللي هو يوم المباراة الأولى، ويحالفنا التوفيق ان شاء الله في الثلاثه مباريات الاولى ان شاء الله. عندنا فكره، لانه المنشات في الجزائر في الفتره الاخيره كاين تحسن كثير. نتمنى ان شاء الله وننتظروا انه الارضيه تكون جيده. نعرفوا انه الارضيه تحسنات في الفتره الاخيره، وهذا غيناسب لاعبين صغار يعني للتعبير على الامكانيات ديالهم ان شاء الله الفنيه في الملعب ان شاء الله. نبدأ اليوم بخبر صار بالنسبة للأولاد الصغار والشبان، بالنسبة للكرة الإفريقية، بالنسبة للجزائر التي تحتضن نهائيات كأس إفريقيا 2023 أقل من 17 سنة ابتداء من الغد، بمشاركة 12 منتخبا
في نهاية المطاف المنتخب المغربي سيحضر إلى الجزائر بعد شد ومد وبعد تأخر كبير جدا وبعد تردد كبير جدا. الجزائر طبعا لم تلغي الحظر المفروض على الطيران الملكي المغربي، والجامعة الملكية تحلت بالتعقل هذه المرة وأبت إلا أن لا تحرم منتخب أقل من 17 سنة من المشاركة، مثل ما حرمت منتخب المحليين من المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت في الجزائر مؤخرا. طبعا مرحبا بأولادنا ومرحبا بالأشقاء الذين سيلقون كل الاحترام وكل الترحيب في الجزائر. لا أريد أن أعلق كثيرا على تراجع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن قرارها، ولكن أريد أن أبدأ بالترحيب بهم في الجزائر. نتمنى إن شاء الله تكون بطولة موفقة ستنطلق غدا السبت بإذن الله في الجزائر. قاريا دائما حدث آخر أنا كنت أشرت إليه من زمان، لو تتذكروا قلت لكم بأن نهائيات كأس أفريقيا 2025 ستكون في المغرب. قلت بأن كل قرار لم يتخذ بعد، ولكن قلت بأن النوايا كانت واضحة حتى قبل تقديم الملفات وقبل زيارة التفتيشية وقبل اتخاذ القرار في شهر يوليو المقبل. كنت أعلنت بأن المغرب هو الذي سينظم نهائيات كأس أفريقيا. البارحة تأكد الأمر بطريقة غير مباشرة عندما علمنا بأن الجزائر تقدمت لاحتضان نهائيات كأس أفريقيا 2027 وليس 2025 رفقة بوتسوانا ورفقة مصر ورفقة تنظيم ثلاثي مشترك بين كينيا وأوغندا وكذلك تنزانيا. طبعا أغلب الظن، وأنا قلتها كذلك، بأن الجزائر ستحتضن نهائيات كأس أفريقيا 2027. هنا فيه تجنب للحرج من كل الأطراف، خاصة من الجزائر ومن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكان فيه توافق أيضا مع الاتحاد الإفريقي وبالخصوص مع باتريس موتسيبي. توافق على أن الجزائر تتقدم مباشرة لاحتضان 2027 وستنال ذلك، ولا تتقدم لاحتضان نهائيات كأس أفريقيا 2025 لأن ذلك الأمر حسم من قبل. فعادي جدا وطبيعي الآن المغرب سينظم 2025 والجزائر 2027 و2027 نكونوا جاهزين أكثر ونكونوا مستعدين أكثر ويكون منتخبنا أكيد إن شاء الله أفضل بكثير، وهذا هو الأمر المهم جدا. نبقى قاريا ولكن هذه المرة مع خبر حصري، هذه المرة يتعلق بالرئيس باتريس موتسيبي. أغلب الظن، لا أريد أن أتحدث عن نسبة مئوية، ولكن المعلومات التي أحوز عليها تقول بأن باتريس موتسيبي الذي تنتهي عهدته الانتخابية في شهر يوليو المقبل لن يترشح لعهدة ثانية على مستوى الاتحاد الإفريقي لأسباب ذاتية وموضوعية. ذاتية تعود لكونه ضيع أشغاله وخسر الكثير من الأموال في فترة 4 سنوات قضاها على رأس الاتحاد الإفريقي. لم يكن لديه الوقت الكافي لإدارة أشغاله، وتعرفوا بأنه الرجل يملك ثروة تفوق 2 مليار دولار، هو 6 أغنى رجل في جنوب إفريقيا، هو يحتل مكانة ضمن 20 أغنياء إفريقيا القارة السمراء. عنده شركات كثيرة جدا داخل جنوب إفريقيا وفي إفريقيا، خاصة بالمعادن وبالذهب بالدرجة الأولى. الأسباب الذاتية تقول بأن الرجل قال لهم باسطة، أنا ضيعت كل رزقي وأموالي وضيعت أحوالي الخاصة، فأنا لن أترشح لعهدة ثانية. العوامل الموضوعية حسب التسريبات تقول بأن الرجل جد متذمر من الوسط ومن المحيط ومن الأساليب التي وجدها على مستوى الاتحاد الإفريقي، الأساليب التي أرادت أن تستحوذ عليه وعلى الاتحاد الإفريقي، أرادت أن تورطه، أرادت أن تبتزه مثل ما كان الشأن مع أحمد سابقا. فهو لم يقبل بكل هذا ولم يقبل بالكثير من الممارسات والمعاملات. محافظون طبعا يريدون أكيد استمراره، بينما المحافظين من جهة أخرى وأنا اللي نعرف أنهم ينشطون الآن من أجل ترشيح واحدة شخصية مهمة جدا لن أقولها اليوم، شخصية إفريقية مرموقة ترشيحها لكي تخلف باتريس موتسيبي، وهذه الشخصية ستقلب موازين الاتحاد الإفريقي رأسا على عقب، وتتغير الكثير من المعطيات وتتغير الكثير من الأشياء على مستوى الاتحاد الإفريقي. إذن أغلب الظن أن موتسيبي لن يكون رئيسا بعد شهر يوليو،
لأن الجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية ستعقد في العاصمة البنينية كوتونو في شهر يوليو المقبل بإذن الله. يا سيدي نكملوها على إفريقيا، هذه المرة على دوري أبطال إفريقيا. اليوم سيكون الموعد وغدا مع مباريات العودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا علمتم بأن مانوليدي سان داونز الذي أسميه أنا مانشستر سيتي إفريقيا فاز بالأربعة وأكيد ضمن تأهله إلى دور نصف النهائي قبل مباراة العودة. الترجي التونسي بعد فوزه على شبيبة القبائل 1-0 أيضا خطى خطوة كبيرة. الأهلي المصري كذلك بعد فوزه على الرجاء خطى خطوة كبيرة، في حين حامل اللقب نادي الوداد مأموريته لن تكون سهلة أمام سيمبا التنزاني الذي فاز عليه في لقاء الذهاب 1-0. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل هذه المباريات، ولكن أريد أن نركز على ما أثاره الانهزام الذي تعرض له شباب بلوزداد بطل الجزائر 3 مرات متتالية يتوجه نحو التتويج للمرة الرابعة على التوالي. أنت تتحدث عن أفضل فريق في الجزائر يخسر بالأربعة على ميدانه في مباراة ربع نهائية أمام ماميلودي اللي كان أفضل منه، شيء طبيعي، ولكن لا تخسر بالأربعة. أعتقد بأنه هذا الأمر سيكون له تداعيات على الإطار الفني وعلى منظومة شباب بلوزداد اللي شهد تحولات وتطورات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، والأمر سيثير أيضا الكثير من التداعيات ليس فقط على شباب بلوزداد ولكن حتى على الكرة الجزائرية وعلى الاتحاد الجزائري، خاصة وأن هذا هو امتداد لسلسلة إخفاقات متتالية. لو نحب نراجعها في عجالة نقول بأنه إخفاق في كأس أفريقيا في الكاميرون، إخفاق في التأهل إلى مونديال قطر، إخفاق المحليين في التتويج بكأس أفريقيا للاعبين المحليين، إخفاق منتخب أقل من 23 سنة من التأهل إلى النهائيات وإلى الأولمبياد، إخفاق منتخب أقل من 20 سنة. هذه سلسلة إخفاقات حدثت في سنتين. الأمر مثير للكثير من التساؤلات. نختم بالمسرح الأوروبي وما فعله السيتي بأرسنال، أو ما فعله أرسنال بنفسه بعد 4 مباريات من دون فوز، 3 تعادلات متتالية وخسارة بالأربعة أمام فريق مانشستر سيتي في المواجهة المباشرة. مانشستر سيتي الذي خلص الفارق إلى 2 نقطة بناقص مباراتين، لو يفوز بها يصبح متقدم في الترتيب بفارق 4 نقاط بعد ما كان متأخر ب12 نقطة. تذكرون ذلك جيدا قبل أسابيع قليلة من اليوم. السيتي أكد بأنه هو الأفضل، هو الأحسن، هو الأقدر، وأكد بأنه هو أيضا مرشح رقم 1 للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ولو أنه هنا أنا مع من يقولون بأن السيتي لن يتوج بدوري أبطال أوروبا ما دام بيب غوارديولا موجود على رأس الفريق، ليس لأنه سيء ولكن ربما لأنه نحس بين قوسين. قلت بأنه أرسنال تراجع، السيتي متوجه قبل 6 جولات من نهاية الموسم نحو التتويج بلقب الدوري. إيرلينغ هولاند حطم الرقم القياسي البارحة لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز اللي كان بحوزة محمد صلاح ب 32 هدف، ولا ندري إلى أين يتجه هذا اللاعب وما هي الأرقام التي سيحطمها، خاصة وأن عمره 22 سنة فقط. هولاند وبيب غوارديولا ومحرز ونادي مانشستر سيتي في النصف النهائي في طريق مفتوح نحو التتويج بلقب الدوري. فهل سيفعلها أيضا في نصف نهائي دوري الأبطال أمام حامل اللقب الريال؟ هل سيصل إلى المباراة النهائية؟ هل سيلتقي محرز مع اسماعيل بن ناصر في النهائي بين السيتي وكذلك الميلان، أم أن لريال مدريد كلام آخر وللإنتر كلام آخر؟ هذا ما سنعرفه ابتداء من الأسبوع المقبل مع مباراتي الذهاب لدوري أبطال أوروبا النصف النهائي